مستقبلك رح يتحدد بثلاث شغلات، ولا ما لها علاقة لا بنظام أكلك ولا بالتيك توك ولا إنك ما لحقت شي عملة رقمية ارتفعت وصارت باللوج. لا لا لا. الشغلة الأولى، قرار كبير إنك تروح بكل قوتك للآخر. بلش من أكتر شغلة بتكرهها بنفسك وعاد حالك تحقق عكسها تماما يا أخي، بدون أي تشتت ركز عليها. الشغلة الثانية، إنك تحرك شغلة مهمة واحدة كل يوم على الأقل. شو يعني مهمة؟ يعني اللي فعلا بتجيب نتيجة. إذا ما في نتائج معناتها ما عم توصل للشي صح ببساطة. هي الشغلة المهمة. ثالثا، قدرتك على الاستمرار والتعديل والتأقلم، وإنك ما تستسلم بس يتغير الاتجاه، لأنه تطلع لك شغلة جديدة تغير الاتجاه بتستسلم. هيك العالم بتصير. قدرتك على الاستمرار جدا مهمة. في سلسلة خطوات فيك تاخدها لتوصل للحياة اللي بدك إياها على فكرة، ورح تغير طريقك أكتر من مرة. كل الناس بتغير الطريق أكتر من مرة، هذا الشيء عادي. أفعالك هي اللي بتخلق مستقبلك، وإذا أنت مو بالمكان اللي بدك توصله معناتها ودع أغلب العادات اللي عم تعملها كل يوم. تصرف.